ساعة رمضان ما بدأ علينا وجوزي عمال يتعارك معايا ويقول لي يا مرة انا صايم وانت ما بتعملي ليش لقمة حلوة وعمالة تعملي لنفسك. قلت له انا عملت حاجة ولا كلت حاجة من وراك يلا تنقطم رقبتك؟ ما هي اللقمة اللي انا بنطبخها بنحطها على الطبلية وبنطفحوها سوا. قاعد يقول لي ماليش دعوة. قلت له يعني بتتبلى عليا وحياة امك ما انا صايباك. ومسكته قطعت على دماغه الجزمة. لما عليا شيخ البلد اجيه الراجل قال لي يا ستي ما تهتمي بجوزك شوية. قلت له بنقول لك ايه يا شيخ البلد؟ قسما بالله اللي عملته في جوزي حنعمله فيك دلوقتي لو ما شهدتش بالحج. قال لي طب قولي اللي عندك. قلت له بنعمل الاكل ونطفحه انا وهو سوا ولقمتي هي لقمته ويتبلى علي ويقول ما بتعمليش وما بتخليش. قال لي خلاص عداك العيب اعملي اللي تعمليه وانت يا راجل انت كل واحمد ربنا دي مراتك ست كمل وما فيش منها في البلد اتنين. راح جوزي لو بوزه وقال له طب اطلع يا عم انا غلطان ان انا جبتك تشهد ما بيننا. الراجل اخد بعضه وماشي واني بصيت لجوزي بصه قسمته نصين كده من فوق لتحت ورحت اخده طرحتي على دماغي ورحت نقعد على الطور شويه شويه وبصيت لقيت حاجه بتعمل في الميه كده وبتخربش في قلب الميه. رحت نطه في قلب المصرف لقيت لك عضيك على اللي لقيته في قلب الطرعه يا ولاد شويه كابور يا بقى ما فيش بعد كده في حيل الواحده تيجي نص كيلو. رحت قال على البوكسر بتاعي وعبي في قلب البوكسر جبت يطلع 5 كيلو وطيران على الدار مسكتهم غسلتهم غسله نظيفه وحبشتهم تحبيشه لطيفه وديهم قدامكم اهم الكبريايه قد الفحل. ورحت جايبه جلوسين بطاطس بقى من الارض الزراعيه وانا جايه كده لقيتها مزروعه كله ومليانه خير. نزلت بقى جمعت شويه البطاطس وجبتهم خرطتهم برضو. الواحده ما كانتش تحرش لقمتي وتلم حاجه من هنا على حاجه من هنا. الدنيا غاليه الواحد لو هيشتري الحاجات دي كلها من فلوسه ومن جيبه يتخرب بيت ابوه. لازم الواحده برضو الشاطره تعمل حساب كل حاجه. ورمضان من اول ما جه وجوزي واقف لي والشارع بحاله واقف لبعضه والنسوان عماله تتعارك مع بعضها والرجاله تضرب في بعضها وحاجه غريبه قوي. هو رمضان دي مش بيقول لك الشيطان بتاعه محبوس؟ امال يا جدعان اللي بيسلط الناس على بعضها كده مين؟ يبقوا الناس هم اللي شياطين بقى. عليا النعمه ده انتوا زمان الشيطان مستغرب على عمايلكم واللي بتعملوا. زمانه قاعد كده وفشخ ضبه وعمال يضحك عليكم. وبعدين بقى جبت شويه مربى برضه الواحد يعوز غموسه في السحور يعوز معلقه في الفطور اهي تبقى حاجه عندي بدل الثلاجه ما هي فاضيه. وعملتها والله ما كلفتني حاجه. شويه فراوله كانوا مركونين عندي مجربين يخموا اضرب في قلب الخلاط مع معلقتين سكر مع معلقه جوز الهند ورحت عاملاهم وبقوا زي العسل اهو. وولعت الولعه ونزلت ببوج الزيت. لازم بوج الزيت عشان الزيت غالي. الله ما تضربيش الحاجه والتوفير برضو علينا بيه. الحاجه هتبقى فيها بركه وهتعملي ومن غير ما تكلفي. اعملي زي خالتك ام ابراهيم كده ودارك هتبقى زي الفل ولا هتتخنجي مع رجلك ولا مع غيره. ورحت جايبه طبق كده ورحت مطلعه البطاطسيه ما خدتش وقت معايا في ثواني طلعت حاكماني يا ولاد. لما نحط دماغي في حاجه بتطلع زي الخرا. وانتوا عارفين الاول كانوا مريحيننا وكانوا بيعملوا مائده الرحمن. الواحد كان يروح هو وعيلته يترازع على السفره ويفضل ياكل ويعبي كمان حاجات في الكيس للسحور. دلوقتي قلة بركه لا فيه كده ولا فيه كده ولا حد عايز يسيب حد في حاله. الناس لو شمت ريحه طبخه عند الجار ولا عند كده اهو يقول لك ان شاء الله يدلكها ده باين عليه طبخ بطه ولا طبخ فراخ ويقعد يبص له في لقمته. مش يقول لك ربنا يسهل لي ويسهل له. الناس خلاص يا ولاد جابت اخرها. بص مش مشكله يلا ربنا يهديهم. وجبت شويه الكابوري وطرشك زي ما انتوا شايفين كده. القلب مليان بالبطروخه. حكم الكابوريا من غير بطروخه ما تبقاش كابوريا. وديكوا شايفين المنظر والصفار بتاعها ولا صفار البيت حتى. وحاجه ببلاش يعني ما تعبتش فيها ولا دفعت فيها حاجه. ربك بيرزق برضه والاكله جميله وزي الفل.